هاي جايز هلو. كي دايرين؟ اش كتعاودوا مع هاد الاخبار الخايبه على فلسطينيين مساكن ايتو؟ والله لا، فيما كيطرا شي ايفينمون بحال هكا ديغنيامون كنزيد نتاكد باننا في هاد الكره الارضيه واخا بعاد، ولكن وي ار فيري فيري ريليتد. فانت ملي كتشوف هاد النيوز وكتشوف هاد الشيء، واخا ما تشوفش النيوز، غير تعرف، غير تكون عارف بان في واحد البلاصه في الكره الارضيه it's not going okay. كتبقى ما كتعيش مزيان، فهمتوا؟ you literally كتقاص ليترالمون ايموشنيلمون تتقاص. so yeah, I hope انكم you are doing good مع كاع هاد الاخبار الخايبه هاد العام هذا، الزلزال، هاد الحرب، بغيف apparently في هاد الكره الارضيه دائما كاين هاد الشيء، ولكن ما حدنا كنكبروا اي ثينك كنبداو نستوعبوا هاد الشيء مور، وكنبداو نستوعبوا بان الحياه ماشي غير ورود وسلام وداكشي اللي كنا كنشوفوا في الرسوم. الحياه اي ثينك فمي بدا كيمشي ليا عاوتاني. في الكره الارضيه عامره يعني عامره بالخايب وداكشي كرويل فهمتي؟ مش العالم اي ثينك ماشي هو هذاك اللي كيسحاب لينا. انا اي ثينك العالم هو داك اللي فيه كل شيء، الخايب زوين، اللي ما تقدر تجوجيه لا واش خايب لا واش زوين، فهمتوا؟ there is everything. so yeah، هادشي علاش اليوم التوبيك اللي غنهضروا عليها اللي هي grieving someone you lost. ملي كيموت لك شي حد عزيز عليك. انا مون كا سيتي نون سولمون ما مير. I lost my mom when I was 9, and then I lost my grandmother. She used to take care of me after the death of my mom. So grief. وهذا السوجي هذا الصراحه الى تري تري بيرسونيل. علاش؟ لان كل واحد، هو اي حاجه في الحياه الصراحه راها بيرسونيل ولكن هاد البلان بالضبط تري 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 سوبجيكتيف. علاش؟ لان كل واحد وكيفاش كيعيشوا على حساب داك الانسان اللي مات لك، على حساب لا غولاسيون ديالك معاه، على حساب لاج ديالك، على حساب الوعي ديالك، على حساب راسك شنو فيه، فهمتي؟ على حساب لو دوغري ديال السلام ديالك مع الموت. واش انت بصح متصالح مع هذاك فكره الموت، او لا غير كتقول بانك مصالح معاه، ولكن في الحقيقه you are not okay with it. فهمتوا؟ وحنا غالبا بزاف الناس ما تيكونوش كاين، عرفتي داك الانسان اللي غير كتجبد الموت كيقول لك لا 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 ما تهضرش معايا على هذا الموضوع، فهمتي؟ وكاين الناس اللي عادي. انا شخصيا مع الاكسبيرينس ديالي I'm kind of so in peace with death. فيعني نقدر نقول لك كاع لي سيناريو يعني الناس اللي عزاز عليا كنقدر انني نتخيل انهم one day they could just disappear. فهمتوا؟ حيت عشتها وانا صغيره، دونك دابا I'm not saying it's easy، ولكن I am بحال تقول ديجا في راسي بزاف ديال التوقعات وبزاف لي سيناريو، حيتاش دماغك باش كيعيش هذوك لي سيناريو اي ثينك باش كيحميك من بعد كيبدا كيتخيل ان اي انسان كتعلق به كيبدا يوجد راسو انك غادي تلوزيه، فهمتوا؟ سو سي بون، انا دابا اي واحد كنت اتاشا ليه ولا اي واحد كنبغيه I am kinda okay with the idea that someday that person I might lose that person. فهمتوا؟ الحاجه الوحيده اللي كتبقى كتضرني بزاف هو الا كنت مثلا كنبغي شي حد، كان ما كنبغيش انا مثلا الا مت ما كنبغيش، ما غادي امنات ستيلنا اوكي من الضرر اللي غيجي لذاك الانسان اللي الا انا مشيت غادي يضروا داك البلان، فهمتوني؟ هذه اللي كتضرني بزاف حيتاش I've been through that and it's really hard. وبحال كتقول ما نبغيش لشي حد يكون كيبغيني ويعيش هذاك البلان، فهمتوا؟ هذه I care about this more than انني to go through هذاك البروسيس ديال انني انا I know someone، لاني I have been there and from a science point of view هذه شحال في ساينس بون، حيت داكشي ديفلوبا من بعد. قال لك ملي كيموت لك شي حد you go through fluid denial.
يو ديناي، بحال دماغك ما كيبغيش يتقبل هذاك البلان، سو كيحاول انه يدينايه. فانت كتكمل في واحد فهمتي واحد لا بيريود كتكمل حياتك بحال ما طرا والو. من بعد كدوز الانجر جونغ صافي، ملي كتبدا كتسرى معاك بان داك الانسان راه مشالك، كتسرى معاك بان راه this is با جوست، وكدوز لواحد لافاز ديال الانجر، كتولي انجري وما متقبلش الوضعيه فهمتوا. من بعد كتقدر دوز الديبريشن. اوكي هادو هما ستيجز اللي كان ساينس ديفيناهم. او ابخي كدوز الديبريشن، ومن موراها كدوز الاكسبتانس. اوكي ولكن من بعد عاوتاني في ساينس اكتشفوا هاد البلان اللي قلت لكم دابا ديال ان اتس فيري فيري بيرسونال. اتس ما كاينش واحد لي فاز اللي ديفيني سيستيماتيك اللي ديفيني لكاع الناس في الكره الارضيه. فهمتوا كل واحد كيفاش كيعيش هذاك الجريف. فهمتوا. باش ندوز انا البيرسونال اكسبيرينس ديالي من مورا ما ماتت ماما، وكما قلت لكم سا ديبون دو لاج. انا باش ماتت ماما كانت عندي 9 سنين. شنو نقول لكم، بقى فيا الحال ودزت من هاد من هاد ليزيطاج دزت من هاد ستيبس ديال سورتو دينايل بقيت فيه بزاف وانا صغيره. وامتى بدا كيجيني داك الانجر؟ منين بديت كنحس بان الدور ديال ماي مام مهم. فهمتوا واحد اللي كنكبر، وهذا البلان هو غنهضر عليه. عندي فيه بحال واحد التحفظ اللي ما كيعجبنيش في سوسايتيز ان جنرال. هذا واحد البلان. امتى بديت كنولي so angry انني why I had to lose my mom؟ هو داك واحد البريشر كتكون من سوسايتي. وانا نقول لكم علاش ما كتعجبنيش دراماتيزاسيون ديال the death of parents. Am I saying it's okay, we should be okay with it? No, it is hard, it is not good. ولكن ملي حنا الناس اللي كنمشى لينا شي حد وحنا صغار كتبقى تسمع بان اليتيم مسكين، ومثلا في لونطوغاج ديالك تبقاو يشوفوا فيك على اساس انت داك الانسان اللي مات ليه شي حد. فهمتوا كيبقى كيزيدوا يحطوك في هذاك الانجر، كيزيدوا يحطوك في هذاك لو رول ديال الفيكتيم، كيزيدوا يبركوا على داك لو فات انك انت واحد الفيكتيم. هو راه انت فيكتيم ولكن كتبقى سوسايتي I don't know موفيز كلشي اللي تغنمو اللي داير بك كيبقى يشوفك على اساس انت طرات لك شي كاتاستروف اللي I don't know. فهمتي I hope انني نكون شرحت لكم هذا البلان مزيان. فديك الدراماتيزاسيون اللي كتجي من مور هاد ملي انت كتكون صغير وكيموت لك a parent، انا I think it's not helpful. Am I saying it's okay to do it or not? bad or good I don't know. زعما الناس من حقهم انهم يكسبريسيو دوك الايموشنز ديالهم، وان هذا البلان يسكاريهم بزاف، ولكن I don't think it's helpful. واش فهمتوني؟ فانت كتكون صغير وكتبقى كتشوف الناس كيشوفوا فيك على اساس انت بحال شي بارازيت، بحال شي فهمتي، وكيزيدوا يبركوا على داك البلان انك انت مسكين ايتو. فانت كتبقى واحد لا بيريود كبيره كتشوف راسك على اساس انت واحد الفيكتيم، وخاصك تبقى فيكتيم، وكتحس براسك دائما انت سبيشال على الدراري الاخرين، فيك واحد البلان اللي في شكل. واش فهمتيني؟ I think we should more be okay with death. واش فهمتوني؟ we should take it as وهي راه الا كان شي حاجه سيغ في هذه الحياه راه هي الموت. واش فهمتوا؟ I think خصنا نقصوا شويه من ديك الدراماتيزاسيون ديالها. I think خصنا نقصوا شويه من ديك الدراماتيزاسيون ديالها. even في انا بعدا من I think اخر جنازه حضرت لها هي ديال جداتي. بقيت كاع كنمشي لان صراحه I get it ان الناس كيبغيو يتجمعوا، يعني مورا ما كيموت لك شي حد كيبغيو يعني يتجمعوا pour te consoler et tout and it's very good, it's good. ولكن ملي كتكون انت اللي ميت لك شي حد، فديك الدراما وداك البكاء بزاف في الجنازه ايتو كيفاش داكشي كيدوز، انا صراحه ما عنديش معاه بزاف honestly honestly من مورا death of someone that you love. انا شخصيا يقدر يكون فريمون تكونوا ما تتفقوش معايا في هذا البلان.
you just want a silence. You just want silence to process بانك دابا غتولي تعيش واحد الحياه different. فهمتوا؟ انا شخصيا من مورا ما ماتت ماما وداك الشيء I think دابا when I look back it would have been good كون كان غير more silence, more calm environment, more I don't know. فهمتوا؟ just to process بانك now غادي تبدا كتعيش واحد الحياه بلا داك الانسان، وغادي توليت فهمتوا؟ غادي توليت تبروغرامي راسك على ان سي بون واحد الانسان دابا راه كان وكنتي كتشوفو in your daily basis ودابا ما غتبقاش تشوفو. So you need واحد silence to go through that. انا ما عرفتش I'm sorry هاد السوجي اصلا راه صعيب، ولكن I hate الدراماتيزاسيون ديال death وداكشي. I get it اننا ماشي I get it اننا يعني ماشي كلشي strong باش انه ما يدراماتيزيش death، ولكن I think it would be very helpful كون we are more okay with it. لان الا كاينه شي حاجه سور سيغتين في الحياه هي death. ف I think اكثر حاجه we should be okay with it هو effectivement death. مي again كما قلت لكم ça va dépendre. بحال دابا مثلا انا ماما كانت مريضه so kind of we were psychologically prepared for it. ولكن I guess يعني مثلا شي حد اللي كتكون ما متوقعش كاع انه يموت لك ولا شي حاجه وفجاه I don't know شي اكسيدون ولا شي حاجه، ف I guess كتبغي داك الكونسلين كتبغي يعني فريمون سبورت من عند الناس وداك الشيء. فهمتوا؟ يمكن في لوكا ديال يعني other kind of deaths maybe it's different. maybe الناس كيبغيو يبقاو مجموعين ويدراماتيزيو وداك الشيء باش يحسوا براسهم اوكي. مي as you know guys انا في البودكاست راه كنعطيكم my very very personal point of view على all the topics. So شنو نقول لكم how to deal with grief and death. I don't think you get to this side. I think those are some kind of things اللي your body and your degree of attachment لهذاك الإنسان هو اللي will decide. فهمتوا؟ كاين شي حوايج اللي I think we can't just لقاو recipe how to deal with this. فهمتوا؟ how to deal with grief, how to deal with I don't know المشاكل الحياة. فهمتوا؟ كاين شي حوايج اللي غادي تخلي your body يشوف كيفاش غيبروسيسي هذاك الشيء depending on your beliefs, depending on فوالا لونطوغاج ديالك لا سوسيتي اللي انت فيها depending on بزاف ديال لي بارامتر. فهمتوا؟ so انا my personal experience هادشي اللي طرا. وملي كتكون a child I think this is what happens. ما كتكونش عارف how to deal your body and society decides for you. فهمتوا؟ so انا مشيت من هذوك stages ديال denial, anger, depression, acceptance. وهادشي عاوتاني ديفينا بلي بارامتر اللي كانوا عندي في هذيك الوقيته. فهمتوا؟ so I don't think there is a recipe سحريه اللي غادي تتبعها مورا ما كيموت لك شي حد. انا استنتجت بان we should be more okay we should be ready for death حيت هي الحاجه الوحيده اللي سيغ في هذه الحياه. so I think we should be okay with it, really okay with it. فندوزو لديك acceptance as soon as possible. You should accept أن today, tomorrow or any time you might lose someone that is close to you. فهمتوا هادشي علاش انا كيجيني ما خصناش نشوفوا هذا البلان على اساس انه حزين. I think بالعكس خصنا نكونوا نبروفيتيو دو مومون بريزون، نبروفيتيو من الناس اللي كنبغيوهم، نقولوا لهم راه حنا كنبغيوكم. فهمتوا؟ ماشي نبقاو دائما كنساينوا عاوتاني في هذيك الديث. فهمتوا؟ بالانس. I think it's all about balance. يعني death is زعما كتبغيهاش الناس اللي انت كتبغيهم وداكشي، ولكن en même temps تقدر تبروفيتي من هذاك لو فات انك you might lose that person by doing مع هذاك الانسان كاع دوك لي اكسبيريونس زوينين by being true by being honest to these people so that
one day if you die or if that person dies تكون عشتوا فهمتي ديك الحياة ديالكم to the fullest. فهمتوني؟ so yeah هاد ليبيزود والله ما عرفت شنو هي لا ستركتور ديالها، بقيت غير كنهضر مي I hope تكونوا فهمتوا المسج ديالي. so yeah حاولوا انكم تكونوا اوكي with it. حاولوا انكم تنقصوا من لا دراماتيزاسيون ديال اي حاجه honestly، اي حاجه ماشي غير داث. دراماتيزاسيون ديال I don't know body weight، تكوني مأزمه بزاف حيتاش you are overweight. الدراماتيزاسيون ديال اي حاجه I think is not helpful is not good. فهمتوا؟ الدراماتيزاسيون ديال grief in relationships اللي داك الانسان باقي حي ولكن غير تفارقتي معاه، نو لو دراماتيز با ترو. فهمتوا؟ عرفتي داكشي ديال المسلسلات ديال الحب وكيبقاو يدراماتيزيو لينا بان راه الفراق راه شي حاجه خايبه بزاف. اي ثينك من هنا كيجي لا سورس ديال الالم ديالنا هو اننا تيلمون بروغرامي كو شي حوايج خصنا نبقاو نتعذبوا موراهم ويبقى فينا الحال موراهم ونبقاو نفكروا في لي مومون زوينين وداكشي. فهمتوا؟ I think our bodies are built to process هذوك الحوايج. فهمتوا؟ مي حنا كنعمروا راسنا والثقافه كتعمر لنا راسنا بواحد الحوايج اللي فهمتوا ما ماشي اوكي. فهمتوا؟ حنا we are ready يعني بيسكو death كاينه وبيسكو it's in nature. ف I think we are all wired باننا نقدروا اننا نتسامحوا معها. فهمتوني؟ ولكن حنا كنعمروا افكارنا وكنعمروا راسنا بشي حوايج اللي كنبقاو اللي هما اللي كيخليونا نكونوا very angry و very depressed alors que death من نهار زعما عرفنا humanity و death كاينه. فهمتوا؟ ف I think we should change the perspectives منين كنشوفوا الفراق مع الناس اللي كنبغيو، البرسبكتيف منين كنشوفوا grief in general. فهمتوا؟ grief ديال اي حاجه. فهمتوا؟ راه كاين اللي كيديبريمي غير حيتاش I don't know تسرقات ليه مكانه شاريها ب3 مليون مثلا. فهمتوا؟ هو يس زعما خاصو يبقى فيك الحال، ولكن كاين اللي كيقيسوا بزاف لوس ديال شي حاجه اللي ماتيريال، كاين اللي كتقيسوا ايموشنيلمون بزاف كتعذبوا، وكاين ناس اخرين اللي عادي. فهمتي؟ they are in peace with شي حوايج. فهمتوني؟ ف I think it goes the same with death. I think we should be perspective منين نبداو نشوفوها من واحد البيرسبكتيف اخرى ديال this is the most natural thing that can happen. فهمتوني؟ so انا كما قلت لكم اللي استنتجت من after the loss of جداتي وماما it's the most fucking natural thing that can happen. فهمتوا؟ it's normal انك to lose someone to death. it's just life and it's just normal. فهمتوا؟ so بديت كنقول لراسي بان فهمتي انا في سلام مع الموت، انا في سلام مع الدث. فهمتوا؟ وفي حياتي زعما نقدر نقول لكم في حياتي وشخصيتي وداك الشيء سبحان الله ماشي الدث هي اللي هرساتني اولا نقول لكم زعما هذاك البلان هو اللي خرج عليا في حياتي اولا هذا نو. اكثر حاجه خرجت عليا في شخصيتي ودمراتني وايتو هو من شنو اللي جا من مور هذيك الدث. واش فهمتوا؟ الناس اللي بقيت معاهم ما كانوش very safe hands. فهمتوني؟ هما اللي كان داكشي هو اللي كان دار ليا الضرر بزاف. فجيماجين يعني الناس اللي كيموت ليهم شي حد وكوميم كيبقاو في واحد السيف وهما صغار وكيبقاو في واحد السيف بليس وفي واحد لونفيرونمون اللي هو صافا سان ماشي توكسيك. اي ثينك غادي يكملوا في حياتهم عادي. فهمتوا؟ وغادي ينساو وغادي يكبروا ايتو. فهمتوا؟ and they will grieve normally. فهمتوا؟ انا اللي ضرني بزاف it was not the death of my mom. ويبقى فيا الحال I'm sad and I'm still sad and sometimes I كنبقى نقول ياه كيفاش كانت غتكون حياتي وكانت ماما ايتو. ولكن فريمون اللي هرسني في شخصيتي بزاف هو داك لونفيرونمون اللي بقيت فيه من مور ذا ديث اوف ماي مام. ما كنتش في فيري سيف هاندز. فهمتوا؟ ما كنتش في سيف هاندز. وهاد لي بارامتر اي ثينك كيتبدلوا من انسان لواحد اخر. فهمتوا؟ جيماجين الناس اللي يعني بقاو مع بيبل اللي كانوا كيبغيوهم وداك الشيء
اي ثينك ما غاديش يعانيو بزاف حتى لديك الدرجه، فهمتوني؟ لان ذات بغيتي ولا كرهتي واحد الوقيته غتولي اوكي وديت، فهمتي؟ ولكن الناس اللي حيين، فهمتوا؟ اللي حيين وكيعيشوا معاك وكيدمروا لك في شخصيتك داكشي كيضرك. انا بالنسبه لي كيجيني داكشي كيضرك اكثر ما كيضرك من ان شي حد كتفقده وكيمشي، فهمتوني؟ سو يا شنو بغيت نقول في هذا الابيزود هو شوف اي حاجه كتقيسك بزاف وخايف منها بزاف وانت خايفه منها بزاف، فريمون حاولوا تشوفوا البرسبكتيف ديالكم منين كتشوفوها. فريمون شوفوا البرسبكتيف منين كتشوفوا داك البلان، وحاولوا انكم تبدلوا البرسبكتيف منين كتشوفوا هذيك اللعيبه اللي خالعكم بزاف واللي ضاركم في خاطركم بزاف، فهمتوا؟ normally I think in a normal state, in a normal natural state ما خص تكون حتى شي حاجه اللي انت خايف منها بزاف، فهمتوا؟ انت خايف منها، فهمتوا؟ I think النورمال ستيت ديالنا هو اننا نكونوا اوكي مع loss، مع happiness، مع فهمتوا؟ نكونوا balanced I think. وما نعرف، نقدر نكون غلطه في كاع الحزق اللي قلت لكم دابا. so yeah guys، هادشي اللي عندي ما نقول لكم اليوم. ما عرفت واش فتكم، والله ما عرفت واش فتكم بشي حاجه في هذا الابيزود، مي واحد الدري قال لي هضري لنا على grief and moving on، وانا هذا صراحه هو البوينت اوف فيو ديالي، هادشي اللي كاين. So yeah guys, I wish you a peaceful life. See you on the next one. I don't have anything to add. Love you guys and see you on the next one. Bye.